حصل لي شرف اولا، ربي يرحمك خويا هشام وما نسمحوش في حقك. حصل لي شرف وين تلاقيت خويا هشام، هذه في الوقفه تاع زوريخ، ومن بعد زاد حصل لي شرف في نوفمبر تلاقينا في لاسويات تفرجنا الماتش وعقبنا ايامات يعني ما شاء الله مع الفريق الوطني في لاسويات في نوفمبر 2023 كي وليت انا من عند كاساما، كي وليت من غامبيا اللي كنا ندافعوا على حقنا. اليوم جاي نوضح امر. خونا هشام مات في عمره 51 سنه، مات يعني توفي، مقتول. نبداوها من الاول. خونا هشام ما بانش 10 ايام، اتصل بيا الشنوي قال لي يا صوفيا، انا شفتو ديجا في الفيديو كي سقساو على هشام قال لهم راني اتصلت به، كانت عنده واحد 10 ايام ما بانش. يسمى سيتي اخر فيديو اللي دارو سيتي 21 افريل، وهو ابري علمونا الشرطه السويديه بيان سور عند مع خونا الشنوي لو 22 قتل لو 22 افريل. دونك حنا استنينا خويا الشنوي، استنى ابري 10 ايام ما كان والو. دونك 9 ايام ملي تواصل معاه، اسمها من اللي قال لكم باللي خونا هشام مات في موقف غامض، انا نقول لكم مات مقتول. فوالا. والمصدر الحقيقي اللي عندي انا هو تاع الشنوة. انا كي اتصل بيا لو 30 افريل قال لي صوفيا راه هشام ما بانش، قال لي راني نعيط له في التليفون ما كاش، قال لي كاين زوج حوايج، يا اما راهو في الحبس يا اما مات توفى. هنايا دركا قلت خونا هشام في الحبس، انسان طيب ما جامي عنده مشكل، قيس روحو، ما عنده جامي يربح العيب الواحد، جامي تعافر مع واحد. سي خونا راه عنده 20 سنه خارج الجزائر، جامي سمعنا العيب من انا يعني عرفته مؤخرا، سمع عندي 4 سنين ملي نعرفو، بصح من بعد محيط اللي زدت عرفته كي كنا في لاسويات اكدوا لي بلي انسان مسكين طالب العفاف ولا الكفاف، وانسان يعني متمكن، والشعب الجزائري يعرفوا عن طريق في العريضه. وليت نتمنى، قلت له يا شنوي ان شاء الله يكون في الحبس وما يكونش مات، باسكو عندنا دو التيرناتيف. قلنا مواقف في الحبس، كان واحد يديبلاسي، واش المطلوب نديبلاسيو دوك لاسويات؟ قال لك نو استني صوفيا، راني دخلت في اتصال مع خوه ودرك نشوفوا كاين الناس العائله تاعو في الجزائر وعنده خوه هنايا في فرنسا. هذه باش نحبس كاع التاويلات والناس اللي حابه تركب الموجه. اوكي انا قلت لك عيط لي بالخميس، اوكي قلت له انت من جيت؟ قال لي انا هدرت مع السلطات السويديه وقالوا له بلي رانا حاولنا الاتصال بلا فامي عن طريق الانتربول. والمهم يزيد هو يكمل لكم، باسكو كاين واحد الكلام ما نقدرش نقولو، خليه هو يقولو خير، باسكو هو اللي هضر معاهم وكل شيء بالادله. بعد هشام الله ربي يرحمه ويثبتو عيط لي قال لي يا صوفيا واقيلا فيها موت. قلت له كيف؟ قال لي قالوا لي السلطات. قال لي اصبري دوك نزيدو ناكدو. قلت له حنا ما نقولوا والو حتى نتاكد لي المعلومه. لا سول بيرسون، الانسان الوحيد اللي عنده المعلومه انه مات في ظروف غامضه ونقدر نقول دركا قتل هو شنوي. شفنا شنوي جا خرج بالفيديو وقالوا لكم باللي خونا هشام انا لله وانا اليه راجعون. وشفتوا الهيئه اللي كان فيها الشنوي، وشفتوا وش حاب البركان اللي راه عايش لداخل، باسكو ما يقدرش يهضر. وطلبنا احنا حاجه واحده، هو ان السلطات الجزائريه تزرب، باسكو كي خرج لكم بالفيديو البارح باش يقول لكم باللي الحادثه عندها 15 يوم، فهمتوا؟ والسلطات الجزائريه وعلى راسهم السفاره الجزائريه لازم تزرب باش هذا الانسان يدخل الى ارض بلاده. والناس اللي راهي تقول باللي 20 سنه كما قالها خونا الشنوي ما جاش للجزائر، وبالناس بدات تتاول، هذه كلام فارغ. السيد ما عنده حتى مشكل مع الوطن اللي هي الام الجزائر، ما عنده حتى بروبليم مع السلطات الجزائريه، ما عنده حتى اختلاف مع اي واحد، وما يخاف من حتى حاجه. ما كان يخاف من حتى حاجه، الخوف من الله عز وجل. هو كان عنده طريقه تاعو اللي يهضرها، وكان يقول في كلمه الحق وانا اولهم.
اللي دايما معاه بيان سور والشينوي. احنا كنا المثلث، الشينوي عارضة، الشينوي صوفيا، صوفيا الشينوي العارضة، كنا نتصلوا به ومن بعد اخترق له والحكاية تاعي عارفة. الفيديوهات الاخرين سيفري صراو تصريحات، وهذه تخلي نقطة الاستفهام، باسكو راني نشوف في المملكة الزريبة اللي راهم قاعدين يأولوا ويستشفاو. لكن اللي غاضتني انايا سيد كانت باقت له كان داير حسابه 5 شهور باش يهبط للجزائر، كانت عنده فكرة في راسو يهبط الجزائر، كانت عنده واحد التكميلات حب يديرهم. الحمد لله، لكل مقام مقال ولكل مقال مقال. اليوم الناس راهي تركب في الموجة وتقول باللي تأويلات، وكاين الناس اللي راهي تقول مرا طلعت قالت بلي انا اتصلت بخوه. ما كان، شوفوا خوتي، ما كان حتى واحد اللي يركب الموجة، وما كان حتى واحد اللي يقول اتصلت بخوه، وما كان حتى واحد اللي يحكي لكم حكاية من هذا المنبر. انا كمواطنة جزائرية لدي حقوق وعلي واجبات، وخويا هشام ربي يرحمه ويثبته وربي يجعله من اهل الجنة، وهو ان شاء الله في الفردوس. بين قوسين قدم تعازينا الخالصة إلى كل أهله ومحيطه، وربي يتغمدوا إن شاء الله، وهو راه في دار الحق. وإحنا عندنا ذوك مسؤولية باش نكشفوا هذا القتل العمدي، فهمتوا؟ هذا القتل اللي تم تصفيته. عندنا دو زيبوتيز. كاين بعض الجزائريين اللي راهم يستشفاو فيه، دوك نجيكم شكون. اول هو هذاك عبد الله اللي طلع البارح وقاعد يقول لهم مات في شمبرا، والريحه تاعو فايحه حاشاكم ويستهل، ومات بالسكرتو. انت كذاب عبد الله ديزاد. ماشي راح نخسر في الهضره، بصح شوف انت رخي 106 اللي راك تكذب على انسان مات مقتول، واللي راك خاصه تستشفى. كاين هذا البعض الجرى منهم هذا عبد الله، ومنهم جماعه اللي كان يهضر عليهم في اليوتيوب تاعو، في الفيديو تاعو، هما معروفين، هم باينين يخاكم عارفين. هو يهضر على العصابه الرياضيه، وانا منهم هدرت على العصابه، وخويا الشينوي، باسكو عندنا صنفين من العصابه السياسيه والعصابه الرياضيه. هذا هو المحتوى تاعو. يعني كان يهضر يدافع على بلاده ويدافع عن المواطن الجزائري، وهذا الانسان يحب بلاده، وما كاش واحد اللي يتزايد على جزائري اكثر ولا اقل. ماني وطنيه اكثر منك اللي راك تسمع فيا، وما وطني قل مني. احنا كلنا جزائريين وانا ننتمي لهذا الوطن. دونك هذا اللي نعاودها لك، واذا عندك هضره معايا مرحبا بك، انا هنا في ليا. انا كنت راح نقول لك، انا الكلام اللي راح نقوله له فاس ما نقدرش نقوله احتراما خونا هشام، اللي كان دائما ينصحني يقول لي يا صوفيا انت راكي كما يقولوا تاعنا مرا زينه ومرا محترمه، ما نحبش نشوفك تقولي كلام الشين وكلام الدوني. دونك من هذا المنبر نحترم، بصح كي نلقاك عبد الله راني نقولهم من كاع نقول لك من الالفابي من الأ حتى للزاد، باسكو نتايا ما تسواش، فهمت؟ وفرحان انت واللي راهم يتشمتوا في خونا هشام ربي يرحمه، وهما السابقون ونحن من اللاحقون. استدار القبر هذاك تاع الشبر هذاك رايحين له كامل. وشنو حنا باش ناكد من هذا المنبر باللي مات مقتول، ما فيها لا جدال ولا نقاش. درك السلطات السويديه اللي راه في الاتصال دائم مع خويا الشينوي، ولو سول اللي اول من اتصل بهم، ولو سول اللي دار تحريات، واللي راه من الناس يقولوا باللي نقطه مهمه علاش ما حوستوش عليه. سي حوسنا عليه وعلى راسهم الشينوي، وماشي نتايا درك واحد يغيب. انا مال في نغيب شهريتو. بون احنا رانا في فرنسا هنايا الناس كامل، يعني الجاليه الجزائريه ما شاء الله، وراه في لاسويد يعني تقدر تقول كتافو باردين، يعني ما كاش المحيط. هذوك الدول الاسكندنافيه ما كاش بزاف جزائريين. دار الواجب تاعو وبقينا نستناو. قال لك اللي يستناو يتمنى خير من اللي يقطع الياس. حنا دوك ماشي يخرج يقول ديريكتومون مات وما على بالناش ولا، حنا حبينا كما يقول لك نروحوا حتى الباب المقصود، والباب المقصود الاول هي السلطات السويديه. وهذا الكلام اللي راني نقول لكم بالادله، وماشي انا اللي راح نمدهم، خويا الشينوي. دونك بقات واحد الخطوتين، اقول بالذات خطوتين، وان شاء الله يخرج الشينوي ويعطيكم الادله. دونك من هذا المنبر انايا نهضر كجزائريه، الناس اللي راهي تركب في الموجه واللي راهي تحكي في حكايات هادو كامل فوق وجوه الخير. هذاك الفيديو
نقطة إلى سطر. وشنو أنايا نأكد باللي مقتول، لأن أنا وشفت في البيان باللي مقتول تم قتله. دركا من عد من الله أعلم السلطات السويدية تخدم خدمتها. الناس اللي راهي تأول في واحد لا فيديو باسكو الفتنة ماشي مليحة، الناس اللي راهي تأول في واحد لا فيديو بعثها لي السيد يحكموه كيما يقول لك غير في الاخر. قبل ما ندير لكم الفيديو اللي راهم يهضروا عليها، نفضل من الناس اللي تشكك في الوطنيه تاعو خلي لكم هذا الفيديو خوتي. وانا ما يسمحوش في الفيما تاعنا، وانا ما يسمحوش في الفيما. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. اديناها ملوك العرب الجزائر، ملوك افريقيا مع جمال بالماضي، الجزائر ملوك العرب مع بوقرة. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ يا تحيا الجزائر، يا تحيا الجزائر. ما تفهمش او قلنا تحيا الجزائر. الله يبارك. حفل الافتتاح من اروع ما يكون. راه نحكوا على المباراة ولكن لازم تاني نحكوا على الحفل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الجزائر قادرة 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 دير أكثر وقادرة، يعني الحمد لله. أنا كي نشوف هكذا بلادي أقسم بالله يا خوتي، نشوف في الحفل الافتتاح ونشوف الملعب ونشوف الجماهير. الله يبارك فيكم. شوف الجماهير وكذا أقسم بالله يا خوتي غير اللحم يتشوك، لأن بلادي ليش بارك الله فيكم بارك الله فيكم، بالجمهور بالحكومه بكل من قام على هذا باش انجاح هذا الحفل هذايا. ما شاء الله. المرشح الاول وحنا اقوى بالبروك مليار خطره، مليار ما بعد بيتكوفيتش، مليار خطره. راني قلت هذه خطره. قلت الاداء تاع المنتخب الجزائري تهارب بزاف على تاع المنتخب قبل ما تبدا لاكوب دافريك. فهمت الناس انا اللي راه يقول لك المروك قويه فاش قويه؟ يقول لك روح لي زون تاعنا لي زون تاعنا. نتمنى من كل مواطن جزائري يقردي هذا البشاشه وهذا لا غرينتا اللي راه يعبر عليها خونا هشام عن حبه للوطن. شوفوا، نعت الله عليه لاي واحد يقدر يشك في وطنيه تاع خونا هشام. فهمتوا؟ اللي يشك في الوطنيه تاعو وبين باللي جدو حركي، ولا بيان سور كالعاده جده مروكيه، ولا هذه حاجه باينه. فهمتوا؟ دونك الناس ماذا بكم خوتي تحبسوا لنا من التأويلات انتظروا خونا يعطيكم الحقيقة. راهو في اتصال يعطيكم الحقيقة ويخرج هو الوحيد اللي عنده، ماشي نقول لكم يعني زعما ما عندوش الذروة، ما عندك واحد ما عنده الذروة يهدر ولا لا. خويا عندك الذروة، عندك نطالبكم بحاجة واحدة، تترحموا عليه ونستناو الشرطة السويدية واش تقول. بزاف هدر على المروك وهذيك بقعه كيما يقول لك مكان تقدر مملكه الزريبه تصفيك نورمال، باسكو هذوك من هيك ما كان والو في الدول، فيها دول اسكندنافيه واحد ما يجيب خبرك، ماشي كيما عندك الجيرانيتو. اذا كان وصلوا لهذا الوقاحه بطريقه مباشره او غير مباشره، يسمى على بالك واحد كيحب يصفي واحد في واحد المناطق هكذا معزوله ويعرفوا بلي ما عندوش الكتاف، يعني كتافو باردين، يسمى ما كاش المحيط الجزائري. يقدر انا صرات لي في طورينو، نقولها لكم ديريكتومون خارجه من لوتيل خوتي، والله العظيم كنت راح نتفرج لالجيري كونتر لا اله الا الله محمد رسول الله اللي لعبنا معاهم الاورغواي. كومبارازار كليت في بيتزيرا ومن بعد كومبارازار كانوا زوج، جيت نقطع الطريق هكذا قال لي وسالي، راني حكيتها لخوتي الجزائري في الطليان. قال لي انت قلت له انا واش كاين، تقدمت ليه قال لي مزيان عجباتك طاطا هاي، قلت له وي واش كاين، قال لي لا لاباس عليك، بدا يضحك ومرحبا بك من الزيت هذاك تاع لاكارون تاع بني الصهيون تاع مملكه الزريبه، وهو نسى اسمي. ومن بعد قال لي صوفيا، قلت له صوفيا وتقدمت ليه بكل شجاعه، تقدمت ليه واش لا قال لي بصح انا من بعد خممت في راسي، عطيتها ديريكتومون لوتيل تاع ليكيب ناسيونال، حكيت مع زوج تاعنا، جا واحد سكيكدي وصلني، واحد ثاني اخينا ثاني جا معايا، قلت لهم سي جامي من الدار، قال لي باسكو شافونيش من لوتيل، كنت نستنى، قلت تو تي بوسيبل يجوكش ما يديروا لي ولا ابريتو راني مرا ما رانيش جرين دايزر، مالغري سا ثقه في الله عز وجل. سوره التوبه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين، كي يعود ربي مكتب لك في اي ارض تموت. هذه باش نقول لكم يعني تو تي بوسيبل. اسكو هاد الناس كانوا يخدموا له في خدمه، اما الناس اللي راهي تاول في هذا الكلام باسكو هذه انا ما نقبلهاش، كما يقول لك حكموا غير الاخر. هذه الفيديو اللي راهي تمشي الروح يا صادي وين تروح؟ يا قاتل الروح وين تروح؟
يا قتل الروح يا صادي وين تروح؟ يا قتل الروح وين تروح؟ يا قتل الروح يا صادي وين تروح؟ خوتي ما تزيدوناش فتنه على فتنه. الفيديو كي تحبوا تحطوه حطوه من الاول، ماشي تروح تحكم لي صادي القاتل. انا ماشي ندافع على صاديه، انا صادي ما يطيحليش في الماء، يطيح لي في الماء ما نشربوش. انا صادي ننقدو اليوم وغدوه، راني ما كنتش قعدت له باسكو كان هشام قايم بالواجب. نجمعوا المعلومات الشينوي، المصادر منا وكل واحد الاختصاص تاعو. انا نهضر، انا المحتوى تاعي نحارب الظلم، بصح هو الاختصاص تاعو الرياضه. دونك انا ما كنتش قعدت له باسكو كانوا قايمين بالواجب. بصح باش توصلوا لدرجه تقولوا كي تحكم هذه دوك نقول لكم الفيديو على مش كان يهضر. هذه الفيديو كان يهضر على المدير العام تاع 5 جويي. دونك شفيتو راني نفكركم في لادات خاوتي. هذه صرات في 21 جوان 2025 ظن 2025 نهار اللي ماتوا خاوتنا في 5 جويي. توفاو هذوك خاوتنا، تحلت لجنه التحقيق اللي هضرنا عليها رئيس الجمهوريه، ومنهم هذا المدير قاده سجن ومن بعد مات في السجن. دونك ماهوش المسؤول الوحيد، لان المفروض اول مسؤول هو صادي كوزير وكرئيس الفاف. دونك خونا هشام دار فيديو على هذه وقال له يا صادي قاتل الروح وين تروح؟ شكون اللي راه صادي وشكون هذه بين قوسين فيما يخص نبقاو على مسار تاع خونا اللي باسكو خونا هشام مات راجل، ما يتباع ما يتشرى. حاولوا يقربوا منه باش يسكتوه والو، حاولوا يبعثوا له والو. بصح ماشي نروحوا هذه تاع دير لي فيديو خارج لي بربع فيديو هكذا وتقول لي بذره تاع فيديو يا صادي باش الناس تاول ويركبوا الموجه هذو بني الصهيون المملكه الزريبه ويقول لك قتلوا النظام الجزائري. واش دانا الهضره هذه خوتي؟ واش دانا الهضره هذه؟ واش دانا الهضره هذه؟ راهي كاين السلطات الجزائريه، السفاره تاعنا في لاسويد راهي قايمه بالواجب. عندنا ان افوكا دونك في كل قنصليات راح نديروا التحريات وما تقلقوش. الشرطه السويديه راح تقول لك غير الحقيقه، ما كاينش هذيك عيط بالتليفون وخبي ولا واش صرا راح يتقال. اللي صرات فيه واللي قتلوه راح يتحاسبوا امام العداله السويديه. نقطه مهمه، حكموه اللي قتلوه، حكموه اللي قتلوه. اللي قتل خونا هشام ربي يرحمه حكماته الشرطه السويديه، وللبقيه حديث. هذا ما نقول لكم خوتي. المهم نزيد نعاود ونكرر، الناس اللي راهي تركب في الموجه بارك الله فيكم، نطلب منكم تدعوا له بالرحمه الى كل اموات المسلمين وخاصه خونا هشام. الناس اللي راهي تقذف فيه والناس اللي راهي تستشفى فيه اللي راهي يستشفى. فهمتوا خوتي؟ فهمتوا وجوه الخير وفهمتوا هذا نداء لكل الشعب الجزائري. ماذا بكم توصلوا لنا وما كان لا تدخلونا في واحد التاويلات تاع دخلوا لنا النظام وكذا. النظام ما يقتل حتى واحد باش يكون في عندكم. ما قتلوش هذاك العامر ديزاد وجماعته الخونه اللي وصلت بهم الوقاحه يسبوا الجماجم تاعنا يروحوا لهشام. واش دانا الهضره هذه؟ واش دانا الهضره هذه؟ انا اللي في راسي على بالي به، بصح الشرطه السويديه لازم تاكد لنا برك. هذا مكان ما عنده حتى خو في الطليان، ما عنده حتى خو في لابولون، ما عندهم. ولا خوتي ربي يعطيكم ما تمناو وربي يصبر اهل هشام وخونا هشام ربي يرحمه ويجعله من اهل الجنه. وسنستمر خويا على ما كنت عليه انت، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. وهذه الكلمات التي قالها محللو بيان سبور حول المنتخب الجزائري، والإشادة كبيرة بقوة المنتخب الجزائري وأنه المرشح الأول حاليا إلى اللقب، لأنه بالنسبة في دور المجموعات هو أكثر فريق أمتع وأبدع والذي أكد وجوده وقوته، وربما سيكون الحصان الأسود لهذه البطولة. قبل انطلاق البطولة لم يكن أي شخص يرشح المنتخب الجزائري أيضا للذهاب البعيد. أكثر واحد يمكن قال أنه على الأكثر راح تلحق إلى ربع النهائي ثم تطلع، لكن الجزائر مثل ما شفتوا حتى بالفريق الثاني استطاعت الفوز، وليس فقط الفوز بل الإبداع أيضا مثل ما شفنا في المباراة الماضية ضد منتخب غينيا الاستوائية. لعبت الجزائر ثنائيات وثلاثيات رائعة جدا، بالإضافة إلى تكتيك قوي جدا، خاصة الشوط الأول لدينا يعني مضى كثير من الوقت لم نرى الجزائر تلعب بهذه القوة. بالإضافة إذا شفنا الشراسة التي لعبت بها ضد بوركينا